تعالي نشوف طريقة القطايف الترند، ولا هتحشيها ولا هتقفليها ولا اي حاجة، تعمل معاكي بكل سهولة. معايا كده قطايف، واهم حاجة تكون لسه صبحة. هتقفليها بالشكل ده بكل سهولة. هتعملي الواحدة كده وتعمليها رول بطريقة سهلة جدا بالشكل دوت. ولو حابة برضو تعمليها محشية هتعمليها محشية. بص كده بتلفيها بكل سهولة، وهتعملي كمية يا رب تعملي 3-4 كيلو. هتعمليها بكل سهولة، مش هتاخد معاكي وقت، وبسيطة ولذيذة، وفي القلية هتبقى مقرمشة وجميلة. برضو هنا لو حابة تحشيها هتحشيها وتروليها بنفس الطريقة، وبتتقفل معاكي وما بتفكش ولا اي حاجة، حتى في الزيت برضو مش هتفك معاكي. طريقة حلوة جدا وبسيطة وسريعة كمان، مش هتاخد منك وقت خالص. قفليها كده بقى بالشكل ده وروليها بقى، واعملي الكمية اللي انتي عايزاها. في طريقة تانية برضو كده ممكن نعملها زي الكونو كده بالطريقة دي، برضو طريقة سهلة وبسيطة. واهم حاجة في القطايف كده شوية بقى معلومات على السريع. القطايف اهم حاجة تكون يعني لسه صبحة. لما تكوني جايباها صبحة ما تحاوليش تحشيها وتقولي هبيتها وتاني يوم مثلا هقليها، لا، لازم تعمليها في نفس الوقت. ما تحاوليش ان انتي تبيتيها. خديها بقى كده. وتاني معلومة، لما تيجي تقليها يكون الزيت يدوبك يسخن، مش يتقدح ولا اي حاجة، يدوبك الزيت يسخن وانزلي بيها علشان تطلع معاكي مقرمشة ومظبوطة. ابتدي بقى اقليها في الزيت كده، وقلبيها كده من وقت للتاني عشان تبقى معاكي باللون الجميل ده، وهتطلع معاكي مقرمشة وحلوة جدا. قلبي بقى كده اهوت بالطريقة ديت. طول ما انت واقفة كده قلبي فيها يمين وشمال، هتطلع معاكي حلوة جدا، وهتاخد اللون الذهبي اللي انت شايفاه ده. تمام. بص كده في القلية ولا فكت معاكي ولا اي حاجة. وهتعملي بقى كذا طريقة. طلعي بقى الكمية ونحط مع بعض كمية كمان كده اهوت. خدتش معانا وقت، كل ده جهزته والله ساعة الأذان، مخدتش معايا أي وقت. وده بقى الأشكال التانية برضو قلتهم بنفس الطريقة. وأهم حاجة النار عندك تبقى وسط، ما تعليش عليها النار، تخلي النار وسط، وهتطلع معاكي مقرمشة ولونها كده واخدة اللون الذهبي الحلو اللي انتي شايفاه. عملناها بقى كده بالأشكال ديت، الرولات وشكل الكونو والشكل ده الصدفة اللي انتي شايفاه. وده بقى الشكل المعتاد اللي احنا متعودين عليه، عاملاه بقى سادة ومحشي. واسقيها بقى العسل وقدميها وبالهنا والشفا. طريقة سهلة جدا واعتمديها.